شركة نسر الشرق للتغليف الحديث، معكم أحمد شوقي من فرع المعادي. نقدم لكم مكنة اندكشن رمادي، مكنة بتقوم بلحام الطبات بالموجات الحرارية زي الطبة دي كده مثلا. نقوم بتجربة عملية. معانا عبوة اهو بيتحط الطبة فيها، نربط عليها كده كويس ونيجي بالدراع ده نسيبها تبرد ثواني. نجرب على العبوة دي كمان. طب اهي نربط عليها كويس. نشوف العبوة الأولانية، لحام مظبوط اهو. نشوف العبوة الثانية، مكنة موديل 201 رمادي مقدمة من شركة نسر الشرق للتغليف الحديث. مكنة بتشتغل بالكهرباء العادية، الكهرباء 220. لحمتها اهي معانا وزي الفل. بتلحم الطبات على العبوات بالموجات الحرارية، بتلحم من تحت الغطاء. دلوقتي هنشوف المكنة من قريب. المكنة قدامنا اهي، ده زمن اللحام. المكنة بتشتغل بالكهرباء 220 وزرار الباور في ظهرها اهو. ده زمن اللحام اللي هو ثانية ونص، ثانية وخمسة من عشرة. نقدر نزود أو نقلل من الزرار اللي جنبه. وده اللي في النص ده الباور، يعني الباور بتاع الموجات اللي بتلحم. تدوس عليه دلوقتي هي على الميدل أو الميديوم، تدوس يبقى لو، تدوس يبقى هاي. احنا بنشغله على الوسط بتاعه. وده عدد العبوات اللي اتعملت. تقدر تدوس ريسيت عشان تصفرهم تاني. ده التحكم بتاعنا بتاع المكنة. مكنة موديل 201 نسر باك، مقدمة من شركة نسر الشرق للتغليف الحديث. كان معكم أحمد شوقي من فرع المعادي.